قصة النهاردة عن فتاة اسمها لونا، والقصة دي حقيقية يا جماعة. كانت لونا بتبيع نفسها على النت عشان تقدر تجيب فلوس، وعشان كانت تقدر تجيب ايجار المنزل وتجيب اكل لنفسها، ولكن بسبب الحاجات دي حصلت لها مواقف وحشة كتير، وبقت بتقابل ناس ان هم بيطلبوا منها انها تعمل حاجات مش طبيعية، وهي كمان تصرفاتها ما كانتش مفهومة خالص. فكان نفسها في لابتوب فسرقته وجريت وما دفعتش فلوسه. بس قبل اللي هتعمله ده بقى بكام يوم، بس قبل ما نخش على الحكاية يا ريت تنزل تشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان القصة شيقة جدا وممتعة جدا. يلا بينا نخش على الحكاية. بتبدأ بقى حكايتنا ان لونا كانت قاعدة في الجامعة عادي جدا، وحست ان بطنها بتوجعها وجالها مغص شديد. لما كانت بتقوم تحاول عشان تمشي اغمى عليها. كل اللي موجودين في الجامعة اتخضوا وقاموا عشان يشوفوا في ايه، وبالفعل فاقت وبقت كويسة جدا. كان في موظفة في الجامعة كانت بتتكلم معاها وتقول لها ما ينفعش اللي حصل دون، ولازم تاكلي كويس وتهتم بصحتك. فلونا قالت لها انا بقالي يوم ما اكلتش لان انا معيش فلوس، وان ابوها وامها مش مهتمين بيها ومش بيدولها اي حاجه. ومن هنا تبدا بقى قصه لونا. لونا بتروح لصديقها، وصديقها اللي اسمه مانو تطلب منه ان هي تقعد معاه في الشقه. وبالفعل مانو رحب وقال لها لو انت هتقعدي معايا بمصاريف البيت بالنص. فقالت له انا معيش فلوس. فقال لها دي حاجه طبيعيه مش محتاجه اللي انا اقول لك عليها، لو انت هتقعدي معايا هنا يبقى تشتركي معايا بالنص في طلبات البيت. ومن هنا لونا بدات تدخل على مواقع عشان تبيع نفسها عشان تقدر تجيب فلوس، واتعرفت على واحد اسمه جو وعايز يقابلها ويقضي معاها وقت عشان يديها فلوس. وبالفعل نزلت وراحت تقابل الشخص دون، وكانت متوتره وقلقانه جدا، كانت خايفه جدا لانها اول مره تعمل الموضوع دون. وبالفعل قابلت الشخص دون وكان اكبر منها في السن. لما طلعوا الشقه اداها ورقه فيها شويه حاجات عايزها تعملها له ان يقدر يخش معاها في علاقه. فمن الواضح ان هو كان عنده مشاكل نفسيه مش قادر يقول لها على الحاجات اللي هو عايزها، فكتبها لها في ورقه. وبعد ما خلصوا العلاقه بتاعتهم فتح الشنطه بتاعته وفعلا طلع فلوس واداها لها، وقال لها انه انبسط من اول مقابله ما بينهم، وهي كمان انبسطت عشان خاطر الفلوس. نزلت من عنده وراحت جابت اكل وعزمت صحابها كمان، ولقت ان الفلوس اللي جابتها من الشخص فلوس سهله وبتيجي على طول وما بتاخدش وقت. وروحت وفتحت الموقع تاني عشان تقدر تشوف شخص تاني تقدر تبيع له نفسها. وبالفعل لقيت واحد وقالت له انا باخد 70 يورو في الساعه. واتقابلوا في مطعم، وكانت هي قاعده عماله تاكل وكان باين عليها ان هي جعانه جدا. هو كان قاعد بيتكلم معاها عن شغله وحاجات تخصه، فقالت له انا مش مهتمه بالكلام دون، وطلبت منه انهم يتكلموا في الحاجات اللي هي عايزه تعملها له بس. فبيقول لها انا جايبك عشان تعملي لي مساج، ودي اول مره في حياتي اعمل حاجه زي كده. وبيقول لها انه متزوج والعلاقه بتاعتهم هو ومراته فيها مشاكل، فحب يجرب علاقه خارجيه. طلب منها انهم يمشوا عشان يشوفوا هيعملوا ايه، وهو كان المفروض يروحوا اوضه في فندق، ولكن للاسف هو معهوش فلوس. ووقف العربيه بتاعته وهو كان جايبها عشان تعمل له مساج، ولكن للاسف دخلوا في علاقه، واداها اي فلوس اللي كانت معاه وسابها واقفه في الحته المقطوعه دي لوحدها. ورجعت البيت وكانت متضايقه قوي من اللي حصل. واول ما صديقها مانو جه حضنته واخدته بالحضن عشان حاسه بالاهانه من الشغل اللي هي بتشتغله. فرد عليها مانو وقال لها انا مش فارق معايا اللي انت بتعمليه، اهم حاجه ان انت تدفعي معايا بالنص. فسابته وراحت قعدت عند اختها في البيت، وكانت قاعده بتخلص حاجه في الدراسه بتاعتها، لكن ابن اختها عامل دوشه ومش عارفه تركز. وراحت قعدت في ديسكو عشان تقدر تكمل اللي هي كانت بتعمله. وكان في هناك شاب اسمه بنيامين وكان بيحاول التعرف عليها. وبالفعل اتعرفوا على بعض وقاموا يتمشوا شويه مع بعض. وسالته عن شغله ان هو بيكسب فلوس كويس من شغله ولا لا، وقال لها انه شغله مش ثابت ومعظم الوقت ما بيبقاش معاه فلوس. وساب لها رقمه وقال لها لو احتجت اي حاجه في الدراسه كلميني. وسابته وراحت مكان عشان تتصور فيه صور مخله عشان تقدر تنزلها على الموقع اللي هي بتشتغل عليه. والمصور كان بيقول لها ان في واحد صاحبه عايز واحده يعمل معاها علاقه وتكون سنها صغير زيه، وقال لها هيدفع لك فلوس كويسه. قالت له انا ما بشتغلش في الكلام دون، وكدبت عليه لان لو اشتغلت معاه هياخد نسبه من الفلوس وهي عايزه تشتغل لوحدها. وقال لها كلميني اذا غيرت رايك عشان تقدري تستفادي بالفلوس. ودخلت الموقع وقعدت تبحث على بنات من نفس سنها، وقابلت بنت وقعدوا يتكلموا مع بعض. فالبنت سالتها بتقول لها انت كام عدد الزباين اللي جاتلك؟ فلونا ردت عليها وقالت لها انا لغايه دلوقتي جايبه زبونين 2 بس. البنت قالت لها 2 بس؟ انا لغايه دلوقتي مقابله
اكتر من 25 واحد. فلونا بتسألها بتقول لها يا ترى انت بتكسبي فلوس كويسة من الشغل دون؟ فالبنت ردت عليها وقالت لها ايوه فعلا بكسب كويس وبجيب كل اللي نفسي فيه. ولما نزلت لونا راحت الجامعة بتبص على لبس البنات الغالي وكان نفسها تلبس زيهم، وراحت عشان تشوف النتيجة بتاعتها وكانت فرحانة لما لقت نفسها ناجحة. فدخلت على الموقع وكلمت جو وقالت له انا عايزة اقابلك ضروري لان انا محتاجة فلوس وعايزة اشتري لابتوب جديد. جو قابلها واداها مفاتيح الاوضة في الاوتيل وقال لها اطلع انت. ولما طلعت لقيته جايب لها اللابتوب اللي كانت نفسها فيه، واتفق معاها انهم يقضوا ساعتين. فضايقها شوية فلبست هدومها واخدت اللابتوب ومشيت، وطلع وراها عشان يديها فلوس وقال لها انا لازم اشوفك تاني. بس هي كانت متضايقة من اللي هو عمله فاخدت الفلوس وما ردتش عليه ومشيت. وهي مروحه دفعت الايجار من الفلوس اللي هو اداها، وطلعت شقتها وقعدت تعيط عشان زعلانه من نفسها على اللي هي بتعمله. كلمت بنيامين وقالت له تعالى قابلني في الشقه، وبنيامين فعلا راح قابلها في شقتها وحكت له على كل اللي بيحصل معاها. هو قعد يهزر معاها ويضحك معاها عشان يقدر يخرجها من المود اللي هي فيه. تاني يوم كانت متفقه مع واحد على 200 يورو واداها 20 يورو وقال لها هو ده كل اللي معايا وسابها ومشي. فكلمت بنيامين عشان يجي ويوصلها، فقالت له ان انا النهارده بعت نفسي ب20 يورو عشان الزبون طلع نصاب. قال لها خلي بالك بعد كده وخلي الزباين تدفع لك مقدم. واتطورت العلاقه بين لونا وبنيامين وبدا يقعد معاها في الشقه على طول. وكل اللي كانت بتعمله ده ما اثرش على دراستها لانها كانت متفوقه جدا في دراستها، واجتهدت في دراستها لغايه لما بقت معيده. كانوا قاعدين هي وبنيامين بيتعشوا فاتصل عليها زبون وقال لها انا عايزك، فراحت قالت له انا مشغوله دلوقتي. ولكن الزبون أصر اللي هو يتصل مرة واثنين وثلاثة، مما أدى إلى انفعال بنيامين وقال له هي مشغولة دلوقتي وقاعدة معايا. وخلصوا عشاء وروحوا وطلعوا البيت سوا، وكان بنيامين متعصب من اللي حصل في الموقف دوت. وطلعت إن لونا هي اللي دفع الأكل اللي هم أكلوه سوا، لان هو قاعد معاها ومعظم الوقت معهوش فلوس. اتصلت بجو قابلته، لما قابلته كانوا قاعدين مع بعض ما كانوش بيعملوا اي حاجه، وهو كان زهقان ومحتاج حد يتكلم معاه فاتصل بيها وخلاها تيجي. فاتفق معاها ان هم يتقابلوا تاني ويقضوا وقت مع بعض ويديها فلوس. وطلعت مع جو ومشيت، وكان بنيامين كان بيراقبها وشافها مع جو وهي اتضايقت قوي لما شافها، وقالت له ما تتدخلش في حياتي ومالكش دعوه باللي انا بعمله ده خالص. فقالت له انا بعمل كده عشان خاطر انا محتاجه فلوس، فتعصب عليها وسابها ومشي. فراحت للمصور اللي هو بيصورها وقالت له امسح الصور بتاعتي كلها. المصور قال لها انا ممكن امسح الصور دي في حاجه واحده، ان انا اعمل معاكي علاقه. فما مسكتش اعصابها وبدات تضرب فيه، وقعد يشتمها ويقول لها انت مفكره نفسك ايه، انت ولا حاجه، انت مجرد واحده بتبيعي جسدك للناس، والصور بتاعتك ملهاش لازمه معايا ومسحتها من زمان. كانت قاعده زعلانه بس مفيش دخل تاني بيخش لها غير الشغل دون، وبرضه مفيش فايده. اتصلت بجو تاني وقالت له انا عايزه اقابلك، واخدها مكان كويس عشان يخليها تعمل علاقه مع واحد صاحبه. اتفق معاها ان هو يديها 1000 يورو، واتفاجئت لما فتحت الظرف ولقت فيه 100 يورو، وسايب لها جواب انه هيكمل لها باقي الفلوس لما تقابله يوم الخميس. وبكده نصب عليها، وده خلاها تتضايق وقعدت تخبط دماغها في الحيط يمين وشمال. فجو اتصل عليها وقال لها انا هشوفك بس في بلد تانية. فقالت له ماشي، بس لو ما ادتنيش بقيت فلوسي انا هتصل بمراتك واقول لها على كل حاجه في العلاقه اللي ما بيننا. وخدت القطر ومشيت، ولما نزلت اتصلت بيه عشان يبعت لها اي فلوس، وبدا يقول لها اي كلام وبيقول لها انا مش هقدر اقابلك عشان انا في المستشفى وعندي سرطان. وفهمت ان هو كده بيخلع منها وانه مش هيديها فلوس وهي معهاش حق التذكره اللي هي ترجع بيها. وباتت عند واحده صاحبتها، والصبح نزلت عشان تدور على شغل، وانما ما لقيتش اي شغل خالص. قعدت في الشارع بتشوف الناس وبتحلم ان هي تعيش زيهم. فجو اتصل بيها من رقم تاني لانها ما كانتش بترد عليه من رقمه، فلما سمعت صوته قفلت السكه في وشه. فبعت لها رساله وقال لها هديكي 2000 يورو وكمان حق تذكره القطر. ولما لقاها ما اتصلتش بيه راح بعت لها رساله وقال لها قابليني وهديكي 3000 يورو. برضه ما لقاش منها رد، راح بعت لها رساله تاني وقال لها هزود المبلغ لغايه 4000 يورو، ولكن مفيش فايدة، مش عايز يسيبها في حالها. وردت عليه وطلبت منه ان هو ما يتصلش بيها تاني، وقفلت السكة في وشه. وبالصدفة شخص كان معدي فلقاها متضايقة فخدها شغالة عنده في المطعم بتاعه، وهي كانت كمان مبسوطة في الشغل جدا وزمايلها حبوها جدا. بس عملت حاجة بعد كده مش منطقية، ان هي اتصلت بجو تاني وسابت له رسالة في التليفون وبتقول له انا كنت عايزة اطمن عليك بس. والتفسير الوحيد اللي هي عملته دون ان هي فعلا كانت محتاجة فلوس، وان مرتب المطعم مش مكفيها ولا مكفي طلباتها. بس بعد فترة قدرت ان هي تجيب شقة غالية في مكان كويس جدا،
وعدت من الفترة اللي هي كانت بتعيشها وقدرت توصل للنجاح، واستضافوها في التلفزيون عشان تتكلم عن الجزء الصعب اللي كان في حياتها. وسألوها بيقولوا لها انت لما كنت شغالة في المطعم ان الفلوس بتاعة المطعم كانت بتكفيكي ولا رجعتي تاني اللي انت تبيعي نفسك؟ ولكن انها سكتت ورفضت تجاوب على السؤال دوت، فمعنى كده ان هي فضلت تبيع نفسها. وبيقولوا ان البنات في الجامعة بيبيعوا نفسهم لان في الوقت دوت بيبقوا محتاجين فلوس عشان دراستهم وعشان يقدروا يصرفوا منها ويكملوا تعليمهم. وفضلت لونا بتكمل اللي هي بتعمله وما رجعتش خالص عن طريقها. وكل اللي حكيته لك دون يا صديقي دي قصة حقيقية حصلت بالفعل واتعمل عليها فيلم. وبكده تكون خلصت حكايتنا النهارده. يا ريت لو انت ما اشتركتش في القناه انزل اشترك في القناه وفعل زر الجرس عشان يوصلك مننا كل جديد، واوعى تنسى اللايك الشارخ الجامد بتاعك. تحياتي ليكم، حكايات محمد.